السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. يا رب كده كل سنة تبقوا في خير وسعادة. تعالوا معانا هنملح الفسيخ واحدة واحدة. معلش عشان صوتي تعبان، ربنا يعافيكم يا رب. البرد وكده. احنا دلوقتي جبنا الفسيخ، غسلناه كويس قوي جدا جدا بمية فترة او حنفية، مش مشكلة. وهنرجع نوقفه في جردل كده، نصفيه لغاية ما المية كلها تنزل. ويستحسن واحنا حاطينه كده نكون حاطين تحته مناديل. وبعد كده بنشيل السمكة بعد 3 ساعات او 4 ساعات. هنشيله، هنقعد نفتح كده الخياشيم بتاعته ونقعد ننشفها كويس جدا جدا. ونطريه من عند الديل لغاية البطن كده، ضغطة خفيفة جدا. بيكون محضرين معانا بقى الملح الخشن، ما ينفعش ملح ناعم، ملح خشن. حطينا عليه بقى شوية كركم وشوية شطة. وهنفتح الخياشيم دي ونمليها كويس قوي بعد ما نشفناها وسبناها برضو شوية. هنملي الخياشيم كلها ونتأكد ان هي كلها اتملت بالملح الخشن، مش ملح ناعم. عشان لو ملح ناعم الفسيخة هتنشف معاكي وبتحدق بسرعة وهتبقى ناشفة، مش هتبقى طرية. ونحط برضو في بق السمكة بشوية ملح على قد ما تاخد. هنجيب بقى علبة قديمة من عندك، تكون انت مستغنية عنها، تبقى دي دايما بتاعت الفسيخ، لان الريحة بتبقى ماسكة شوية. هنرص السمكة، نوقفها كده على السيف بتاعها، ما نحطهاش على البطن ولا على الجنب، عشان المية اللي هتنزل ما تخليلك السمكة بسرعة بتحدق والفص ناشف. وبعد ما نخلص الكمية بتاعتنا، انا كنت هنا جايبة تقريبا 3 كيلو او 4 كيلو. دي بقى الطبقة الأخيرة خالص خالص، دي اللي هنرشها ملح، مش هنرش تحت بين ده وبين ده. لا، الطبقة الأخيرة بس هي اللي هنرشها ملح، علشان دي بتبقى زي مادة عازلة عشان أي هوا أي بكتيريا. وانت ده طبعا هتقومي جايبة برضو كيس نظيف، يكون كيس، ما يكونش كيس اسود، يكون كيس نظيف. هتحطيه فوقه بالملح، ولو ملح فاض معاكي تمام. ده بعد بالظبط اسبوع هتلاقيه معاكي زي الفل وجميل جدا جدا. هنفتحه، هتلاقيه العظم، الشوكة اللي في السمكية نفسها، عشان الضغطة اللي احنا عملناها من عند الديل، هتلاقيها دي لوحدها كده بتخلص لوحدها. وهتلاقي اللون زي ما انت شايفة كده، روعة روعة، ورد زي الورد والله. وبألف هنا وعافية عليكم.